راني عارف الكلام اللي نقول فيه ما يعجبش الناس كل، وتكون فيه انتقادات، والله يسهل عليهم. احنا تعلمنا كلمتنا نقولوها، حب من حب كره من كره. ثم تتذكروا القبض على رئيس فنزويلا والدور القادم على رئيس الجزائر. مدرب منتخب جنوب إفريقيا شن انتقادات قوية لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب. في بداية يناير 2026 تصدرت الأخبار العالمية أن الولايات المتحدة ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بعد اتهامات جنائية تتعلق بالمخدرات والإرهاب، ونقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة القضاء. هذا الحدث أثار صدمة كبيرة وردود فعل دولية متباينة، حيث دانت روسيا وبعض الدول العملية واعتبرتها انتهاكاً للسيادة الوطنية، بينما أشادت بعض الأطراف الأمريكية بإنجاز القانون والعدالة. مع انتشار هذا الخبر، بدأت شائعات تتداول على الإنترنت تفيد بأن الدور القادم سيكون على رئيس الجزائر، وهو ما أدى إلى انتشار الذعر بين بعض المتابعين، إلا أن الحقائق الموثوقة تشير إلى أن هذا ليس له أي أساس رسمي. لم تصدر أي تصريحات من الحكومة الجزائرية أو الولايات المتحدة أو أي جهة دولية تؤكد وجود أي تهديد مماثل للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. بروس شن انتقادات قوية لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بتنقلات الفريق، تنظيم دخول الجماهير، وطريقة إدارة المباريات، وقال إنه لا يشعر بأجواء البطولة كما في النسخ السابقة. أشار إلى أن لاعبي فريقه وعائلته واجهوا صعوبات وتنقلات طويلة حوالي 45 دقيقة من مقر الإقامة إلى أماكن التدريب والملاعب، مما أثر على استعدادات الفريق. بروس قال أيضاً إنه لم يشعر بأجواء الكان الحقيقية في المغرب مقارنة بالبطولات الماضية، مثل تلك التي أقيمت في ساحل العاج أو الغابون. علامات الاستياء وردود الفعل كانت قوية في الإعلام، حيث انتقد محللون ولاعبون سابقون مثل محمد أبو تريكة تصريحات بروس ووصفوه بالمغرور، وأن تعليقاته غير مقبولة بعد خروج جنوب إفريقيا من البطولة. جنوب إفريقيا خرجت من كأس الأمم عقب خسارتها أمام الكاميرون، وهو ما زاد الضغط على تصريحات المدرب.